ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل ايه؟ هنفرز ورق عنب. يعني هنفرزه بطريقه سهله كده وبسيطه يعني وسريعه. معايا كده كميه حلوه من ورق العنب. يعني هو موجود في السوق الايام دي وسعره كويس. فاحنا ايه بقى نلحقه قبل ما يخلص وينشف طبعا، يعني قبل ما يغلى وينشف. لان هو بيجي له وقت كده ايه بتلاقوه نشف. فاحنا نلحقه الايام دي حلو جدا، اخضر كده والورقيه طريه كده وحلو. بصوا بقى انا هعمله كده ايه بالطريقه العاديه اللي انا بفرز بيها على طول. لاني فرزت قبل كده الطريقه اللي هي بيبقى ني. فهو حلوه جدا لما طلع، يعني كان حلو كانه طازه وتحفه. بس يعني محتاج كده ايه درج لوحده في الفريزر، عشان ما يتكسرش. لان احنا لو حطينا عليه حاجه بيتكسر. انا عملته قبل كده معاكم، يعني في فيديو تفريز ورق عنب قبل كده على القناه. موجوده الطريقه دي حلوه جدا. بس محتاج ان الورق العنب يبقى في مكان كده معين لوحده، عشان لو حطينا حاجة عليه بتلاقوه اتكسر. فاحنا بقى ليه نعمل كده يعني؟ لكن الطريقة اللي انا بقى هفرز بيها المرة دي بجد حلوة جدا، ودي اللي انا ماشية عليها بقالي كتير كتير جدا يعني بفرز بيها. بصوا بقى انا يعني بسويه كده وببص فيه برضو عشان يبقى نضيف. وبعدين بغسله وهغلي مية يا دوب هنزل فيها الورق عنب واطلعه على طول. بصوا دي احسن طريقة بجد، يعني طريقة مضمونة جدا، نضيفة طبعا. لان الطريقة التانية اللي بقولكوا عليها دي المفروض ورق العنب ما يتغسلش، فمش هينفع يعني ان هو يتشال كل ده ومش مغسول. ف يعني برضو طريقة ايه مش مضمونة قوي. فانا حبيت الطريقة دي لانه بيتغسل برضو وبيبقى نضيف كده. وبنسلقه نص سلقة كده او يا دوب بننزله في المية السخنة على طول ونطلعه. وعبال ما بنيجي بقى نشتغل بيه بعد كده، بتلاقوه بقى طري بقى وحلو. وممكن يعني نغلي من الكاتل ميه ونقلب عليه برضو بتبقى حلوة. بتبقى طريقة حلوة برضو. لكن زي ما بقول لكم بنزله يا دوب في الميه المغلية كده واطلعه بقى بسهولة. بقى الموضوع سهل كده وما خدش معايا وقت خالص. يعني هغلي ميه احط فيها كمون وملح وزيت وعصرة ليمون، برضو عشان يدينا كده المزازة الحلوة. بس اصلا هو مش محتاج، لان اليومين دول بجد حلو جدا تحفة بجد، يعني طعمه حلو جدا. ومش غالي، يعني الكيلو كان ب5 جنيه في اليوم اللي انا جبت فيه. وهتلاقوا نفس السعر، يعني الحقوا بجد الايام دي بتلاقوه بعد شوية هيغلى بقى وينشف زي ما قلت لكم. فهنلحقوا الايام دي. بس هي عصرة ليمونة واحدة كده، نص ليمونة يعني. بتدي مزازة حلوة. بصوا بقى انا غسلته غسلة كويسة جدا وبعد كده نقعته في خل. بس الخل ده يعني ايه نقعته فيه 10 دقايق كده، مش هسيبه كتير في الخل لان الخل بيخليه يدبل. بس هاخده كده انزله يدوب في المية المغلية واطلعه على طول. انا طبعا حاطه حلتين عشان ينجزوا معايا في الوقت، واصلا برضو ما خدش وقت كبير قوي معايا. بس انا حطيت حلتين برضو عشان ايه يعني اشتغل كده على طول هنا وهنا. واخلص على طول. بس يا دوب اللون يتغير اطلعه على طول في مصفى واحطه على طول تحت المية عشان اوقف السوا بتاعه يعني. بس واحطه بقى في اكياس التلاجة يعني بكل سهولة، يعني مش حاجة صعبة ولا حاجة، ويبقى موجود عندنا طبعا. لان في وقت كده بيبقى الورق عنب مش موجود انتوا عارفين. واي شركة الصراحة مفيش مكان اشتريت بجد منه. ولقيته كده حلو. لا لازم تلاقوا فيه عروق، لازم تلاقوه ناشف. فبجد لا، يعني احنا ليه ما نعملهوش يعني في الوقت ده. ونشيله عندنا بجد مش هيأثر معانا في حاجة، يعني مش هيزنق لنا الدنيا لان هو اصلا ما بياخدش مكان. وحتى لو مش عشان نطلعه في الوقت اللي مش موجود، يعني هنطلع برضو. يعني بيسهل علينا، يعني فاهمين، يعني بيسهل علينا. حاجة تبقى موجودة كده جاهزة فبتسهل علينا شوية. خصوصا بقى لو احنا عاملين الخلطة بتاعة المحشي، يعني بجد الموضوع هيبقى سهل جدا. هنطلع يا دوب الورق العنب بالخلطة نحط الرز بس. يعني خلطة المحشي برضو بعملها بتبقى حلوة جدا. وبتسعف معايا في الوقت، وبجد عايزه اقول لكم تحفه وطعمها ما بيتغيرش. يعني برضو بسبكها عادي جدا زي ما بنعملها وبحط عليها الخضره. بس بطلعها تفك او اغليها شويه كده او افكها على النار. بس وبحط عليها الرز. عايزه اقول لكم طريقه بجد حلوه جدا يعني. السوق كله بنفس الطريقه بقى، يا دوب لونه يتغير كده اطلعه على طول.
واي حاجه نلاقيها بقى في السوق الايام دي كده ايه يعني سعرها كويس، نجيبها بقى ايه تبقى موجوده عندنا. برضو انتوا عارفين في الصيف بتلاقوا الوقت اصلا، يعني مش عشان اجازه من المدارس وكده بيبقى في وقت وكده، لا يعني بتلاقوا الوقت بيبقى بجد ضايع اكتر من الدراسه. لان الولاد بيبقوا قاعدين بقى وكده، واللي عنده تمرين واللي مش عارف ايه كده، بيبقوا برضو ايه في نشاطات تانية كتيرة بيعملوها، فبتضيع الوقت اكتر. فاحنا برضو عشان نبقى ايه يعني حاجات متجهزة عندنا، يعني نحاول بقى نجهز كام حاجة كده تبقى برضو تنفعنا. ولسه الكرنب موجود برضو، لو حابين هنجيب هنشيله يعني برضو هينفعنا. بس هو في الصيف اكتر بيبقى الورق العنب بجد بيبقى تحفة بقى، مع شوية كوسة بدنجان فلفل كده، الموضوع بقى ايه خلاص يعني. بصوا يعني بنزل يا دوب اسيب المية تغلي شوية، وانزل فيها الورق عنب واطلعه على طول. بجد الطريقة تحفة يعني، انا بعملها من سنين الصراحة الطريقة دي. بس عملت اللي هي الطريقة التانية جربتها حلوة جدا برضو، بس هي مشكلتها بس اللي هي ايه لو حاجة جت فوق الورق عنب بيتفرفت. لكن هي الطريقة دي بجد تحفة يعني، وسهلة يعني مفيهاش حاجة. بصوا بقى انا كده خلصت كله، هبدأ ايه يعني اسويه كده بقى فوق بعضه. كل ورقية كده يعني ايه نفس حجم التانية بحطها عليها. ولو في ورق ايه يعني مقطع مش عارف ايه بحطه برضو في كيسة، علشان بحطه في الحلة من تحت يعني، مش برميه، بحطه في كيس معروف كده عشان احطه في الحلة من تحت. وطبعا العنق دي انا بشيلها بتاعته برضو، بشيلها في الاكياس معاه. بحطها في الحلة. طبعا انتوا عارفين انها بتدي مزازة حلوة كده للورق عنب. يعني والله موضوع سهل بجد، ما خدش وقت معايا يعني. وممكن بقى ايه يعني كل ما ننزل كده نجيب ربع ولا حاجة، هيبقى اسهل بقى بكتير لما تبقى كمية كبيرة يعني. لو ما عندك يعني لو ما عندناش وقت، ممكن ربع كيلو كده مش هياخد وقت معانا بقى، يا دوب شوية مية هنغليهم وننزل فيهم الورق عنب، خلاص كده الموضوع خلص. لكن لو في وقت بقى شوية متاح ان احنا نجيب الكمية كلها ونعملها، هيبقى حلو جدا برضو. لان الاسعار بتتغير من يوم للتاني يعني يوم بتلاقوه اصلا ورق العنب مرة بتلاقوه ب4 جنيه، مرة تلاقوه ب5، يعني بتلاقوه يعني الاسعار بتتغير زي ما انتوا عارفين يعني في كل الحاجات. فاحنا ايه نحاول ننجز بقى في الوقت ونجيب كده قبل ما ينشف كمان. بس بصوا انا بقطعها كده مش بمقص ولا حاجة، يعني بايدي كده بتسرع برضو الموضوع. بس ومعايا اكياس تلاجة، او لو حابين في البلاستيك ريب برضو بتبقى حلوة. بصوا بقى انا بطبقه كده من الجناب كمان، عشان الجناب ديت الحروف دي لما بتتفرز يعني بتنشف، فبتلاقوها اتفرفتت برضو. فاحنا نقفلها كده بس كده، نعملها رول بقى ونشيلها. هنحط شوية من العين بتاع الورق عنب ده، بس كده يعني الموضوع سهل والله. بحط شوية مش كتير في الكيس عشان ايه ما تبقاش يعني اعرف يعني الفها بسهولة. بس وطبعا هطلع كذا كيس كده اشتغل بيه يعني لما اجي ايه اعمله يعني ان شاء الله. يعني الموضوع والله ما خدش معايا وقت خالص. جربوا بقى وقولوا لي رايكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتات الحلوه بقى اللي بتشجعني. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.